السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه البيتزا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة خالص، وهتعجب الاولاد ما شاء الله. جميلة جدا طعمها ولونها وريحتها في حتة تانية خالص. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ما شاء الله، خفيفة جدا وهشة وطرية زي ما انتم شايفين، والتركة بتركتها ما شاء الله اللهم بارك. شايفين البيتزا عاملة ازاي؟ طبعا احنا في العيد دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. واكيد زهقتوا من اللحمة والفتة والاكلات بتاعة العيد، وعايزين اكلة تكون خفيفة وطعمها جميل جدا وشكلها في حتة تانية خالص. يلا مع بعض نشوف المقادير. عندي طبق يكون واسع او بولة تكون واسعة. هنزل بكيلو من الدقيق، اي نوع دقيق موجود عندكم. انا هنا استخدم دقيق اسمه السلطان، وريته لكم قبل كده في كذا فيديو، جميل جدا ما شاء الله. انا بستخدمه في جميع المعجنات اللي بعملها. انا هنا هستخدم كيلو كامل. هضيف عليه نص معلقة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة من السكر البودر او السكر الناعم، بلاش الخشن لان بيبان في العجينة. وهضيف كيس من الخميرة يكون كامل. لو مش موجود الاكياس اللي هي بتاعت الخميرة، هنضيف معلقة كبيرة تكون مليانة. هنقلب المكونات الجافة كويس جدا مع بعض. عندي واحدة من البيض. البيض هنا بيعلي القيمة الغذائية بتاعت البيتزا. لو مش موجود عندكم البيض هنضيف علبة زبادي سادة. لو مش موجود البيض ولا الزبادي عادي جدا، بس احنا لما بنضيف الزبادي او البيض بيدي قيمة غذائية عالية جدا للبيتزا. هنا هقلب البيض مع الدقيق كويس جدا جدا لحد ما البيض يختفي تماما. هنزل بالمية. المية هنا دافية. اهم حاجة في الخطوة دي المية تكون دافية علشان بتنشط الخميرة معانا وبتخلي العجينة تخمر بسرعة. وبنضيف المية بالتدريج لحد ما نوصل لقوام العجينة. اي دقيق احنا بنستخدمه ما بنضيفش المية كلها مع بعض، بنضيف بالتدريج لحد ما ناخد قوام العجينة. لان كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بياخد كمية مية كتيرة وفي دقيق بياخد كمية مية قليلة، فعشان كده بننزل بمية بالتدريج زي ما انتوا شايفين. انا هفضل اعجن لحد ما اوصل لقوام العجينة المطلوب اللي انا عايزاه. ده شكل العجينة ما شاء الله بعد ما عجنتها كويس جدا جدا، وده شكلها وده القوام بتاعها. هنزل بمعلقتين كبار من الخل. الخل الابيض العادي دي اساس علشان بتدينا هشة جميلة للبيتزا وبتدينا طراوة للعجينة جميلة جدا ما شاء الله. هنتكلم على شوية ملاحظات في الفيديو. اول ملاحظة معانا ان العجينة بتاعتنا لازم تكون طرية جدا وتكون بتلزق معانا زي ما انتم شايفين. تمام. هنا ضفت معلقتين كبار من الزيت وهلم الزيت مع العجينة كويس جدا جدا. تاني ملاحظة معانا هي الخميرة. طالما ضفنا خميرة في اي معجنات لازم نضيف لها سكر، لان السكر بينشط الخميرة معانا. تمام. تالت ملاحظة معانا وهي الدقيق. نوع الدقيق بيفرق جدا في طعم المعجنات عامة. يعني ما ينفعش نضيف اي دقيق اللي هو مثلا بيتباع بالكيلو اللي هو العادي اللي هو بيكون فيه نسبة من الردة. الرد ده بيخلي البيتزا بجد ما بتبقى محجرة كده وبتكون ناشفة ومش مفرغة خالص. تمام. هنا العجينة جهزت معانا. انا غطيتها وهسيبها لحد ما تخمر تماما. تاني حاجة معانا هي صلصة البيتزا. لو مش موجود عندكم الصلصة اللي انا مستخدمها ممكن تعملوا الصلصة العادية خالص. هنا هضيف كمية من الصلصة، كمية على قد البيتزا اللي انا هعملها. وهضيف شوية من المية علشان اخفف البيتزا معايا. هضيف شوية من الملح، شوية من الزعتر. لو مش موجود عندكم الزعتر ضيفوا شوية بصل باودر او توم باودر الموجود عندكم. تمام. بس بجد الزعتر بيودي طعم البيتزا في حتة تانية خالص. وهضيف شوية من الزيت بيدوا لمعة جميلة للصلصة بتاعت البيتزا. وهقلبهم كويس جدا جدا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى لو وصلتوا لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. هقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. لو مش موجود عندكم الصلصة ديت هنستخدم الطماطم عادي جدا وهسيبها تغلي على النار وهضيف لها التوابل بتاعتنا عادي جدا. ده شكل العجينة بعد ما سبتها خمرت تماما، ما خدتش وقت في الخمران خالص، نص ساعة بالظبط وكانت جاهزة ما شاء الله وارتفعت حجمها. هشيل منها الاسترتش وهضغط عليها علشان انزل الخمران. في الوقت ده لازم نضغط عليها علشان الخمار بتاعها ينزل. مسافة ما بنضغط عليها بصبعنا بتلزق ما شاء الله. جميلة جدا طرية جدا هشة وخفيفة زي ما انتم شايفين. هنبتدي دلوقتي ان احنا نقطعها مع استخدام الدقيق. هنا اول حاجة هقطع قطعة من العجينة. انا هنا هقطعها على 3 اجزاء، جزء بيكون كبير شوية وجزئين هنا بيكون متساويين، وفي جزء صغير انا هقطعه كور صغير. كل حاجة طبعا هتكون واضحة قدامكم في الفيديو. هنا اول قطعة قطعتها معاكم زي ما انتم شايفين.
بالنسبة لحجم البيتزا يعني يرجع للتقطيعة بتاعتكم. لو انت عايزين البيتزا تكون كبيرة قوي يبقى هنقطعها العجينة كبيرة، لو عايزين البيتزا تكون وسط يبقى هنقطعها برضو العجينة تكون وسط. التقطيعة حسب ما انتوا عايزين، وشكل البيتزا وكبر البيتزا برضو حسب ما انتوا عايزين. هنا انا قطعت قطعتين مظبوطين لان انا هحطهم في صينيتين نفس المقاس بالظبط، وهنا هقطع قطعة تكون كبيرة شوية علشان هعمل بيتزا كبيرة معاكم. زي ما انتوا شايفين العجينة عاملة ازاي، طرية جدا ما شاء الله، وبتلزق تلزيق خفيف في العجينة، ما تقلقوش خالص، هو ده المطلوب. وكل ما العجينة بتكون طرية كل ما البيتزا معاكم بتكون طرية جدا جدا. اخر جزء معانا من العجين وهنا هقطعه كور صغيرة خالص، هزين بيه الطرف بتاع البيتزا زي ما حضراتكم شايفين. اول حاجة طبعا هغطي العجينة علشان الوش بتاعها ما ينشفش، وهنا هقطع كور صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله كيلو دقيق ممكن يعمل معاكم 5 بيتزات وسط. يعني زي ما انا قلت لكم حجم البيتزا يرجع لكم انتوا، ممكن تعملوا حجم كبير، ممكن تعملوا حجم وسط، ممكن تعملوا حجم صغير، ممكن تعملوا ميني بيتزا صغيره خالص. البيتزا او شكل البيتزا يرجع لكم انتوا. انا هنا هقطع الكميه كلها بنفس الطريقه. هنا هتتعبوا شويه بس في الاخر هيطلع شكل البيتزا جميل جدا. زي ما انتوا شايفين انا قطعت الكميه كلها بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. اهم حاجه تقطيعه الكور العجينه الصغيره تكون متساويه كلها زي بعض. هاخد اول قطعه اللي هي الكبيره، انا هعمل اول حاجه البيتزا الكبيره معاكم، هضغط عليها بايديا وهنفردها. شايفين العجينه بتتفرد معايا ازاي بكل سهوله؟ شايفين العجين بيتفرد معانا ازاي بكل سهوله؟ علشان احنا سيبناها ترتاح. كل ما العجين بيرتاح كل ما بيتفرد معانا بكل سهوله. تمام. انا هستخدم النشابه او الفراده حسب الموجود عندكم، لو مش موجوده ممكن نستخدم ايدينا عادي جدا، هتتفرد معانا بكل سهوله. تمام، لان احنا اصلا سيبناها ترتاح. هنا هفردها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، هنفردها دائريه. تمام، يعني أنا القطعه دي انا هعملها دائريه والباقيين هعملها بالطول علشان طبعا يرجع لشكل الصينيه. لو الصينيه دائريه يبقى هنعملها دائريه، لو الصينيه مربعه يبقى هنعمل العجينه مربع، وهكذا. تمام، هفردها كويس جدا جدا بايديا زي ما انتم شايفين، وهنسويها من الاطراف ويكون السمك بتاعها ما يكونش تخين ولا رقيق، انا عايزاه يكون وسط. تمام، ده الصينيه معانا دهنتها دهنه بسيطه من الزيت، هحط عليها البيتزا زي ما حضراتكم شايفين، وهنفرد العجينة كويس جدا في الصينية زي ما انتوا شايفين من الأطراف ومن النص لغاية ما اخلي العجينة مستوية معانا زي ما انتوا شايفين. أهم حاجة ان احنا نسويها، ما نخليش سمك عالي وسمك رقيق، لا لازم نسويها كويس جدا بإيدينا زي ما انتوا شايفين. شايفين العجينة ما شاء الله بتتفرد معانا بكل سهولة، واتفردت بكل سهولة في الصينية. ده شكلها ما شاء الله. هنزل بالقطع الصغيرة خالص هتبقى على الطرف الصينية زي ما انتوا شايفين، هوزع كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. هنا كل ما العجينة الصغيرة بترتاح كل ما يعني الحجم بتاعها بيعلى زي ما انتم شايفين. هنا بضغط عليها علشان انزل الخمران اللي هي فيه، لان هي كمان لسه لما تدخل الفرن هترتفع حجمها شوية. هرص الكمية كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. ده شكلها ما شاء الله. بعد ما رصيت كل الكمية زي ما حضراتكم شفتوا، هضغط عليها ضغط بسيط علشان انزل الخمران، وفي نفس الوقت علشان العجينة كلها تلزق في بعض. تمام، ده شكلها النهائي ما شاء الله. هغطي بس العجينة الاول علشان ما تنشفش مننا. عندي صلصة البيتزا هحطها على العجينة من فوق. الصلصة دي جميلة جدا وسهلة جدا وخفيفة جدا وغير مكلفة خالص. هنتكلم على ملحوظة مهمة جدا بالنسبة للصلصة. في ناس كتيرة ما بيكونش عندها الصلصة المعلبة فبتبقى محتارة، ففي ناس كتيرة ما بتقدرش تعمل البيتزا لان بيكون في حاجات ناقصة. بالنسبة لصلصة البيتزا، لو مش موجودة عندكم الصلصة المغلفة ديت هنستخدم الطماطم عادي جدا. انا هقول لكم نعمل ازاي صلصة جميلة جدا وغير مكلفة خالص. تمام، هنجيب 2 من الطماطم وبصلاية صغيرة وفصين من الثوم، وهنقطعهم وهحطهم بدون مية على النار وهسيبهم لحد ما يستووا تماما، وبعدين هضربهم في الخلاط وهحطهم على النار، وهضيف عليهم شوية من الزيت، شوية من الزعتر، وشوية من الملح، وشوية من الفلفل الأسمر، وهنسيبها تغلي وهتبقى أجمل صلصة تعملوها في حياتكم. تمام، بالنسبة للحشو أي حشو موجود عندكم هنستخدمه عادي جدا. لو موجود اللانشون تمام، اي حشو موجودة عندكم استخدموها عادي جدا. انا عندي كانت لحمة متعصجة، كنت عاملة صينية من الرقاق وزاد منها وحطيتها في الفريزر، ودلوقتي خرجتها بقالها نص ساعة وسبتها لحد ما فكت تماما، وبعدين حطيتها على وش البيتزا من فوق. وهستخدم الخضار، اي نوع خضار موجود عندكم استخدموه عادي جدا. فلفل الوان تمام، زيتون تمام، لو مش موجود الفلفل الالوان استخدموا فلفل اخضر. اي نوع حشو موجود عندكم يرجع لكم انتوا. تمام، هنا هرش الفلفل الالوان من فوق. انا هنا مش بحب الفلفل الاصفر على البيتزا، بحب الاحمر والاخضر فقط، وشويه من الزيتون.
الزيتون هنا اساسي معانا في البيتزا. هنا هرش شويه من الجبنه الموزاريلا او اي جبنه موجوده عندكم، ممكن تستخدموا جبنه ميكس، ممكن تستخدموا جبنه شيط، اي جبنه موجوده عندكم هنستخدمها عادي جدا. بس احنا هنا الموجوده عندنا كانت اللي هي البيتزا اللي هي بتاعه الحمد اللي هي البيضه. تمام. هرش شويه من الجبنه الموزاريلا يكونوا حلوين زي ما انتم شايفين شكل البيتزا عامل ازاي، جميله جدا والله، تتاكل نيه كده، جميله جدا ما شاء الله. بالنسبة لطريقة تسوية البيتزا، انا ولعت الفرن دي انبوبة، ولعتها من فوق ومن تحت، واول ما سخنت تماما طفيت النار من فوق وشغلت عليها من تحت. تمام. وهسيبها لحد ما تستوي، واول ما تستوي من تحت وترتفع حجمها هولع عليها الشواية تاخد لون بسيط. انا عملت صينيتين التانيين بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا، ودخلتهم الفرن وهسيبهم يستوي تماما. دي شكل البيتزا ما شاء الله بعد ما استوت، جميلة جدا. انا على فكرة سبتها تبرد تماما، فانتوا لو عايزين تاكلوها سخنة، انا هنا بنحب الحاجة تكون باردة شوية ما بتكونش سخنة. عشان كده في ملاحظة مهمة هنتكلم برضو فيها في الفيديو. ما شاء الله. ودي الصينية التانية جميلة جدا والله، ما خدت وقت في الفرن 10 دقايق وكانت البيتزا جاهزة ما شاء الله. ودي الصينية التانية انا اديتها لون زيادة علشان انا زوجي بيحب البيتزا تكون الوش بتاعها تكون يعني فيها نسبة من الحمار شوية. هوريكم دلوقتي قد ايه البيتزا جميلة جدا وطرية وهشة، وملمسها طري جدا وما فيهاش اي غلطة خالص زي ما انتم شايفين، ومش لازقة خالص في الصينية. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو وما تنسيش تشتركوا في القناة وتحط لايك للفيديو. شايفين البيتزا عاملة ازاي، جميلة جدا ومش لازقة خالص، قوامها جميل جدا، هشة جدا وطرية، وشكلها تحفة، وطعمها احلى واحلى، جميلة جدا ما شاء الله. شايفين قد ايه البيتزا طرية وهشة وخفيفة وما فيهاش اي غلطة خالص. بجد انا مبسوطة جدا. عيالي النهارده فرحانين جدا بالبيتزا لان هم بقالهم فترة بيقولوا يا ماما عايزين بيتزا عايزين بيتزا، قلت لهم حاضر من عينيا. طبعا احنا دلوقتي واخدين الاجازه وقاعدين في البيت بمناسبه العيد، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. فطبعا العيال زهقت من اللحمه والفته والاكلات اللي هي بتاعه العيد ديت، فانا قلت لهم النهارده هعمل لكم بيتزا. فانا قمت كده عملت بيتزا، والبيتزا ما شاء الله طلعت تحفه تحفه زي ما انتم شايفين. فانا قلت اصور لكم فيديو طالما بعمل بيتزا، فقلت اصورها لكم. والله انا وبصور العيال عايزين ياكلوها دلوقتي، فانا قلت لهم استنى خلص التصوير وكلوا زي ما انتم عايزين. هنا هقطعها التقطيع اللي انتوا عايزينها. انا هنا هقطعها مثلثات بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها ديت، جميله جدا ما شاء الله وطريه جدا وهشه جدا وخفيفه جدا ما شاء الله، وما خدتش وقت معانا خالص في الفرن وطلعت جاهزه جميله جدا ما شاء الله. في ملاحظه مهمه انا هتكلم عليها دلوقتي بالنسبه لمطه البيتزا. لو انتوا عايزين البيتزا تكون مطه معاكم، يعني مسافه ما بتشيلوا التركه البيتزا تمط معاكم، يبقى مسافه ما بنطلعها في الفرن بنقسمها على طول. هنا انا علشان سبتها تبرد فطبعا قطعتها اتقطعت بكل سهوله، لان الجبنه الموزاريلا هنا جمدت معايا، فطبعا مش هتديك المطه. فانتوا لو عايزين البيتزا تديكم المطه اللي انتوا عارفينها واللي انتوا شفتها قبل كده في كذا فيديو، يبقى لازم هي وسخنه نقطعها على طول. شايفين التركه عامله ازاي، جميله جدا، هشه جدا وطريه وخفيفه وزي العسل. والله من احلى البيتزا اللي تعملوها ما شاء الله اللهم بارك. ما خدتش وقت معانا خالص، مقاديرها سهله جدا وبسيطه زي ما انتوا شايفين، واحلى اكله تعملوها. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.